اسمي محمد حسن عبد الله، من محافظة كركوك، قضاء الحويجة، قرية الخان. كنت أعمل منتسب في الشرطة في مديرية شرطة الحويجة، وقاموا بتعذيبنا أشد أنواع التعذيب، الكهرباء، وكانوا يضعون أكياس من النايلون في رؤوسنا بهذا الشكل ويعصبونها حتى تكاد تفارق الحياة، ثم يفيقونك بواسطة الكهرباء. كان يدخل علينا مسؤول الأمنية يرتدي الحزام الناسف ويقول بأنه إذا كان تغذيتك جيدة في هذا اليوم فتعذيبك يكون جيد بنفس الصورة وبنفس الطريقة. وكانوا يعاملونا بقسوة، كانوا يعذبوننا بواسطة الكابلات، الإعدامات تقريبا يومية، يأخذون 1 أو 2 أو 3 4 أشخاص. وفي آخر ليلة كنا ندعو، كل يوم كنا ندعو الله أنه يتم إنقاذنا أو إخلاء سبيلنا، حتى تفاجأنا بدخول القوات الأمريكية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان إلينا، وقاموا بالقضاء على المسلحين الإرهابيين وإخلاء سبيلنا بالكامل أنا وإخوتي الأربعة. لهذا أتوجه بالشكر الجزيل لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان وقوات الأمريكية، والفضل والشكر الجزيل للأب الرئيس القائد مسعود بارزاني، الذي يعني هو شخص ليس بجديد عليه هذا الكرم وهذا البذل وهذا العطاء، هو أب لنا وقائد لنا ومنقذنا بعد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد محمود مصطفى من ناحية الملتقى، قرية كواز عرب. أنا اعتقلت 5 مرات لقوات داعش، فأخذوني كل مرة 19 يوم 15 يوم 4 أيام. آخر مرة صار لي 3 أشهر. اجت قوات التحالف والقوات البيشمركة لإقليم كردستان وحررونا، والحمد لله والشكر والفضل لله. فكانوا يجوني علينا ياخذنا للتحقيق، يشد عيونك ويشد يديك فيكلبشك، يطلعك للتحقيق، يرش عليك مي. أول شيء هذا يسوي، يرش عليك مي ويقوم ينتلبيك بالكهرباء، ألا تعترف أنت وين منتمي. فما تعترف هو يظل يقتل، تعترف أنت مصيرك الموت. فاحنا كنا نقاوم القتل والتعذيب مالهم. اتشياس يخليه ويخنقك، ومن تموت تنطرح تماما، يحيك بالكهرباء، يحيك لو من رقبتك لو من خشمك منه يحيك. فمن يحيك من النوب يكرر عليك الأسئلة، ما تجاوب كذلك هم نفس التعذيب ونفس ذا. فكان أنا وأخوتي كنا يعني أكثريتنا من كانوا محجوزين، يعني شافوا نوع التعذيب، شافوا انواع القتل. يعني يطلعون يوميا 5 6 4 يطلعونهم، نسمع اطلاقات ناريه انهم عدموهم يعني. فاخر شيء يعني جابوا النساء، هم انا 4 أو 3 جابوهن، وحده شايله جاهل يصرخ يعني طفل. فمن طلعوها تبكي وتصيح، لكون ان انت تعبرين انت تداومين، او انت مثل ما يقول انت شغله مثل ما يقول مو تشتغلين شغله مو زينه، فيتهمون اتهامات كلها باطله، يعرضونك على القاضي الباطل. القاضي الباطل راح قبل يحكم عليك اعدام او اعاده تحقيق. من يصير اعاده تحقيق يعني يعيد عليك القتل كله اللي انشتلته، النوب تنشتله. فالحمد لله والشكر ان شاء الله. لحين ما اجت قوات مكافحه الارهاب في اقليم كردستان، قوات البيشمركة والقوات التحالف، وانقذونا من عندهم والحمد لله والشكر. حسن حسين محمد من قضاء الحويجة. اعتقلتني قوات داعش الارهابيه قبل 5 أشهر الى جهه مجهوله. خلال هذه الاشهر ال5
ما شفنا ضوء الشمس نهائيا. المعامله كانت قاسيه جدا، انواع التعذيب حتى بالتعذيب ايضا بالسلاح، يخلون السلاح فوق الرؤوس ويعني يقول لك راح اعدمك اذا ما تعترف. فاغلب الناس تعترف من التعذيب، لذلك كثير ناس انعدموا 2 3 1 4 5 ونسمع اطلاقات ناريه، فاكيد يعدمونهم لانه ما يرجعون لاهلهم. نهائيا اهلنا ما يدرون بينا نهائيا انه احنا احياء او اموات. السلام عليكم، اقدم نفسي المنتسب شرطه سعد خلف علي فراج، مديريه الحويجه مركز شرطه الماحوز. اعتقلوني الدواعش مرتين، مره قبل 7 اشهر اخذوني 20 يوم. انواع التعذيب نتل، تشياس، كيابلات، جلد، شفت انواع. بالكهرباء يرد علي مي الا انتهي، وينتلوني اقعد من. فشوفون انواع التعذيب، كل التعذيب يعني ما حد شايفه، يمكن اي بشر ما شايفه. اخذوا اخويا ضابط ذبحوه وانطوني بس الاشياء مالته راسه، ما انطوني اياه. يقولون انت وفلان وفلان انتم 4 اشخاص، التنفيذ مالكم الصبح، اكتبوا رسائل لاهلكم، يعني وصيه لاهلكم لا تعدكم وصيه شيء. فقعد بال1:30 انا قاعد اكتب بالرساله خلها عند المساجين، اي واحد يطلع يوصلها لاهلي. فبال2 ضبط نزلت علينا قوات والقوات الامريكيه نزلوا علينا وانقذونا من ذول الدواعش. احنا وجه رساله لاهلي اني انا باقليم كردستان يعني اوجه رساله لاهلي ان باقليم كردستان وتعاونهم حيل زين معنا، وان شاء الله احنا بخير وسلامه ونرجع لاهلنا باقرب وقت ان شاء الله. شعورنا يعني ما توصف ابد، يعني انا اصبح ميت والله سهل علينا جهاز مكافحه الارهاب اقليم كردستان والقوات الامريكيه، وشكر الجزيل يعني لابونا والقائد مالنا مسعود برزاني، شكرا جزيلا، وهذا اللي اقدر عليه بعد ما اقدر. اني ابراهيم حسين قضاء الحويجه قريه صفيره علي عشيره الدناديش. اسلم على اهلي من قريه صفيره علي عشيره الدناديش اني بكردستان بخير والحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اني فارس حسين عبد الله. بحقر التعذيب، مسلم يصير ولا على كافر يصير ولا على، والله مو احسن منهم. ماكو مسلم يسوي مسلم. على شنو؟ التعامل لازم تخابر، انت تروح تخابر على القوات الامنيه، تروح تخابر على الاشايس، تروح تخابر، هلا طلع لنا واحده لازم تطلع هذا تقول انا لازم انا شو اشتغل وياهم. فاحنا كنا معدومين، والله سبحانه وتعالى من عنده نزل لنا قوات من الله سبحانه وتعالى، نزلت علينا شالتنا وجابتنا لكردستان. انا صايب عبد الله مساهر عبد الله صالح الجبوري من محافظه كركوك قضاء الحويجه ناحيه العباسي قريه حوض 6. قاموا باعتقالي تنظيم داعش لاني ارسلت وثيقه للتطوع الى وزاره الدفاع، فاخبروني بان يوم الخميس او يوم الجمعه سوف يكون اعدامك. يقومون باخذ مجموعات قبل بايام او بعد ما اخذوني بايام اعدامهم 3 أو 4، ياخذون 4 اشخاص كل 2 أو 3 يقومون باعدامهم. نسمع الاطلاقات الناريه، فكانت حفاره تحفر وهم يدفنون ورانا بنفس المكان مالنا. والحمد لله والشكر تم مجهود كبير من قوات مكافحه الارهاب في اقليم كردستان العراق والقوات الامريكيه بانزال جوي على مقر ما يسمى بالامنيه لتنظيم داعش في قضاء الحويجه، وتم تحرير جميع السجناء. أكرم حسين محمد ظاهر من محافظة كركوك قضاء الحويجة قرية الحلاوة. لزموني تنظيم داعش المجرم بمنطقة جبل حمرين. يومية هذا التعذيب ماشي يومية. اجى القاضي قدموني على القاضي قال لهم إعادة تحقيق النوب. إعادة تحقيق شنو؟ هم نفس الكتل نفس التحقيق نفس الشيء. أنت تريد تروح تداوم وأنت عندك باج وأنت نفس الأسئلة كلها ويعيدون نفس الكتل يومية. هذا حتى إذا تريد تأكل شوف رجلي مرمى حتى ما يقدر، ظهري راسي حتى كسروا لي سني. آخر شيء بصمت على الإعدام، قالوا لي أنت معدوم يعني تشاهد على نفسك. يسحب المسدس يخليه براسي يقول لي تشاهد على نفسك راح أعدمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني حسين علي محمود أحمد الحمداني، قضاء الحويجة، قرية نقار ثاني. اعتقلت ثاني من قبل داعش قبل سنة وشهرين. اعتقلوني كأني منتسب وأخوي عضو مجلس في قضاء الحويجة. اعتقلوني حققوا وياي، عذبوني، يعني حلقوني فلقة من 8 لحد 2:30 بالليل. 20 يوم أنا ما أقدر أمشي. جابوني بالبيت، أخذوا أموالنا كلها، وأخوتي انهزموا هسه بالدبس ساكنين، واعتقلونا وعذبونا كثير، وما خلوا أموالنا كلها أخذوها، لحد ما جت القوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان، ونشكرهم جزيل الشكر اللي انقذونا من داعش. اسمي محمد عبد أحمد الجبوري، محافظة كركوك، قضاء الحويجة، ناحية العباسي، قرية تل ذهب. متزوج، عندي 5 أطفال، 2 و3 أولاد. والله العظيم أسولف لكم سالفة وما أغبيها الإعلام ولا أغبيها لا شيء. والله العظيم أني جهالي جوعانين، يقولوا لي يابا جوعان، تروح تجيب زوجتي تجيب شعرية هذه، تحط بالمي وتنقعه وتنطيهم اياه يتعشون للصبح. بنتي تروح تجيب لبن من خوالها او من هي ماكو، جوع ضيم. يعني تصوروا انتم، اني سنه و6 أشهر لا عندي فلس، لا عندي اشتغل ولا شيء. يقول لي اروح اقول له جوعان، يقول ليش ما تجي تبايعني؟ تعال بايعني وروح قاتل ربعك، انا اروح قاتل المرتدين وانطيك 60,000 وانطيك قنينه غاز وانطيك نفط وانطيك. زين اني اروح اقتل اخوي المسلم، زين هذا المسلم اقتله مو عنده عيله؟ يوم ينزل مجاز مو اطفاله ينتظرونه؟ مو زوجته تنتظره؟ يوم انا اقتله والمغرب يوم تنتظر نزوله مثلا بالخميس او الجمعه او السبت، زوجته تنتظره. ما تقول يوم يجيها انا قاتله، لا ملفوف علم. زين انا شنو ذنبي؟ وين اروح من الله سبحانه وتعالى؟ وين اروح يوم اقتل اخوتي؟ انا مستعدين، انا واخوتي كلهم يسمعوني وكلهم رافعين ايديهم، جنود وخدام لاقليم كردستان. انا مستعد بروحي، انا انعدمت فالله ثم ابونا مسعود برزاني، ونقول له ابونا كاك مسعود برزاني ابونا والي امرنا. والله انا مستعد، والله خليني بس هذه كلها داخله دورات عسكريه، كلهم عسكريين داخلين على ام 4 ولا ام 16 والهاون، وكلهم درع، وكلهم يعرفون بالقتال، وكلهم متمرسين على القتال. جيبونا حطونا وين ما تحطونا، خلونا بالمتقدم باي منطقه تريدونها. والله اروح فدوى الوطن، فدوى اقليم كردستان. ادم يعني عينوا علي وقلبوا علي، انا ما خدموه. يعني لمتى هذا الذل؟ تقبلون بالذل؟ تقبلون بالاهانه؟ تقبلون كل واحد من زوج 2 ياخذون مره من نسوانه ياخذونها يجي مهاجر. تصوروا هالدرجه هذا وصلت. من زوج 2 ياخذ من عندك وحده هذا والله جاء مهاجر. اكو بدين هالشكل؟ اكو هالشيء يصير؟ 4 ياخذون 3. هذا هو. ترضى ما ترضى